صباح الهنا وصباح الخير وصباح السعادة وصباح حسن الظن بالله على أحلى متابعين وأحلى عيلة في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. جايلكم النهاردة بقى فيديو حلو كده وتشجيعي، وعايزة كمان تقولولي رأيكم في موضوع مهم جدا جدا، وكمان هنهتم بنفسنا وندلع نفسنا. فتابعوا معايا الفيديو للآخر. وطبعا لو انت اول مرة تشوفيني اضغطي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا حبايب قلبي وعيلتي الجميلة، كومنت حلو كده ولايكات كتير بقى على قد ما تقدروا اديني لايكات. ولو انت لسه ما اشتركتيش يلا بسرعة اشتركي في القناة وفعلي الجرس واعملوا لايكات، انا عايزة لايكات كتير بقى بجد يا جماعة. خلاص يلا نستعين بالله ونتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه النهاردة بالفيديو بتاعنا. طبعا زي ما انتم شفتوا كده الأوضة مبهدلة والسجاد مش نضيف. فانا قمت الصبح قلت لا ان شاء الله هعملها وهشيل السجاد بقى عشان يتغسل، وهنظبط الدنيا كده مع بعض. هنخلي الاوضه دي عروسه بالظبط. هلم بقى الستاير وهلم كمان الملايات والسجاد عشان هغسله معايا عشان يتوسخ قوي، فقلت لا مش هسيبه اكتر من كده عشان ما يتعبنيش انا في الغسيل. لميت بقى كل الحاجه دي، هبتدي ازعف الحيطان اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه في الاوضه. ازعفها تزعيفه حلوه كده عشان لو في تراب ولا اي حاجه تقع قبل ما ننفض ونمسح بقى ونكنس والكلام ده كله. بصوا وانا بعمل بزعق في السقف خبطت النجفة ففي لمبتين اتحرقوا، يلا مش مشكلة الحمد لله فداية. فخلي بالك وانت بتزعفي ربنا يا رب يسترها علينا. عملت الأوضة كلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بحب اشارككم يومي وبحب اشارككم الحاجة اللي انا بحبها، علشان انتوا بالنسبة لي احلى عيلة واحلى حب. فعلا حب الناس ده نعمة كبيرة جدا، ربنا يديمها عليا نعمة يا رب. فانتوا احلى حاجة عندي في حياتي وانتوا اقرب ناس ليا، فربنا يخليكوا ليا وما نحرمش منكم ولا من دعواتكم الحلوة اللي تكبر الخاطر يا رب، اللهم امين. طبعا انا بتشرف بيكوا ودايما ابقى عند حسن ظنكم كده يا رب. كده خلصت بقى زعفت وعملت الباب كمان من فوق. هشيلها بقى ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هنا بقى انا جبت الفرشة بتاعت السلك دي وهبتدي اللي انا اعمل السلك عشان طبعا بيبقى فيه تراب، وهنظبط الدنيا كده بقى ايه. طبعا انا ما شلتش تحت السراير عشان خاطر انا كنت لما كنت دهنه الاوضه شلت تحت السراير وكنت كانسه ومنضفه تحتيهم. متفقين مع بعض عشان محدش يجي يقولي انت ما شلتيش ليه، ما لا انا كنت شايله تحت السراير وعامله مظبطه تحتيهم. تمام. الموضوع بقى اللي انا عايزه اخد رايكم فيه. واحده كده حبيبه قلبي من متابعيني كانت بعتالي مشكله. بتقولي دلوقتي هي متجوزه، وجوزها هي معاها ما شاء الله اللهم بارك يعني 4 اولاد. فاخته حامل والمفروض انها تولد، فجوزها عايزها تولد في مستشفى حكومة. اخوها اعترض وقال لا، ليه تولد في مستشفى حكومة؟ انا اختي ما تولدش في مستشفيات حكومة ولا الكلام ده كله. قالت لي رغم ان انا بتعالج في مستشفيات حكومة لما باجي اقول له وديني لدكتور خاص ما بيرضاش، يقعد يقول لي المصاريف والفلوس وانا معيش وهعمل ايه وكده. فبتقولي انا ما اتكلمتش معاه، انا بقيت اسمع الكلام وطبعا انا من جوايا زعلانه ومتضايقه. قالت لي كل حاجه بيفضل مامته واخواتي واخواته عني انا والاولاد. فراحت قال له طب ما انت هتولدها ازاي وانت مش معاك فلوس؟ قال لها هعمل كارد عشان اولدها. بصراحه لما سمعت الكلام يعني انا استغربت. هو لسه في حد كده؟ ماشي، ما هي برضه بيتك واولادك لهم حق عليك زي ما مامتك واخواتك لهم حق. مع ان هي متجوزه فجوزها اولى ان هو ايه، يعني هو اولى بيها واولى ان هو يولدها واللي هو يصرف عليها. بس فلما حكيت لي المشكله فانا قلت هقولها معاكم في الفيديو. وتشاركوني رايكم وتقولوا لي ايه رايكم وهي تعمل ايه. تسكت وخلاص ولا تتكلم معاه. ومش معرفها اللي هو ايه، انه هما يعني اهله دول واخواته هما بالنسبه له الحياه والدنيا، فهي يعني صعبانه، فبتقولي صعبان عليها نفسها يعني.
فبتقولي انا تعبانه ومخنوقه ومش عارفه اعمل ايه. انا بصراحه قلت لها حاولي تتكلمي معاه وحاولي تفهميه برضو ان انتي مراته ودول اولاده، فبرضو انتوا لكوا حق عليه، إيه، واللي هو يصرف عليكوا ويعالجكوا ويهتم باولاده دول برضو لهم حق وكده. رغم ان هي عندها بنوتة تعبانة، عندها 9 شهور كده، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. عندها مشكلة في الكلى، فمحتاجة بقى تحاليل وإشاعات وفلوس وعمليات وكل ده. فلما جت تقوله ان في تحاليل وحاجات هي محتاجاها، قال لها لا خلينا دلوقتي ايه، مش مهم دلوقتي. طب ما انت معاك تعالج، معاك تولد اختك، معاكش تعالج بنتك اللي هي من لحمك ومن دمك؟ يعني انت مش خايف على بنتك وخايف على اختك؟ فانا عايزاكم تقولوا رايكم في الكومنتات، عشان هي هتشوف الكومنتات بتاعتكم وتشوف ارائكم وكده. انا بصراحه رايي قلت لها اتكلمي معاه واتكلمي معاه بالراحه وبتفاهم، وشوفي هو هيرد عليكي يقولك ايه. بس انا شايفه طبعا ان اولى كل قرش بيتصرف على بيته وعلى اولاده ومراته طبعا. انا ما عنديش اي مشكله ان هو ممكن يساعد اخته بمبلغ بسيط، بس مش اللي هو ان انت تاخد قرض عشان خاطر تولدها. طب ما القرض ده هيجي على حسابك وحساب بيتك وعيالك. انا كلامي صح ولا غلط؟ فانا عايزاكم برضو تشاركوني بارائكم وتكتبوا في التعليقات ارائكم ايه، عشان هي هتشوف التعليقات بتاعتكم. فبصراحة يعني قصة غريبة قوي، وهي يعني الله يعينها وربنا يصلح حالها يا رب، اللهم امين، ويشفي لها بنتها ويكتب لها الخير ويرضيها ويرضى عنها يا رب. هنا بقى انا كنت خلصت الاوضه وكنستها ونفضت السراير وشلت بقى الملايات والستار والحاجات دي كلها. ترابيزه انا بمسح وراها، قلت بدل ما اجرها تاني، هي دلوقتي انا شداها فهمسح وراها ايه بالمره. خلصت بقى هرجعها تاني مكانها. كانت كنده بتساعدني بتشيل السجاده عشان خاطر انا ما كنتش هقدر يعني انا برفع الترابيزه وهي تشد. فربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها. هتلاقوا بقى طول الفيديو انا وهي عمالين نتكلم مع بعض ونحكي مع بعض وكده، بتسليني. هنا بقى انا كنت لميت المفارش بتاعه الترابيزه، فاضل اللي تحت، ولمعتها تلميعه حلوه كده وكل حاجه عليها. الشقه لما بتبقى مش نظيفه تحس ان الدنيا ضيقه والدنيا كده مش حلوه. يعني انت هتشوفي الفرق دلوقتي ما بين الاوضه لما شفتيها الاول ولما اتفرشت وخلصت، ما شاء الله اللهم بارك، بقت زي الفل. بصوا المفارش بقى بتاع الكمبيوتر والترابيزه بتاع التلفزيون فيها تراب ازاي، ان انا قعدتهم شويه وغسلتهم. هنشرهم بقى عقبال ما اخلص الاوضه جوه يكونوا نشفوا معايا، وابتدي ايه ان انا ارجع كل حاجه مكانها. هنا بقى كنت بمسح، طبعا نمسح بميه وملح. الملح فايدته ان بيطرد الطاقه السلبيه من البيت وبيطرد الشياطين. ربنا يحفظ بيوتنا جميعا يا رب، اللهم امين، من كل حاجه وحشه، شر بقى وحسد ومن كل حاجه وحشه. ترابيزه تقيله فانا مش هقدر اشيلها، بنجرها كده على البلاط. وامسح بقى من تحت السراير. الله يقويني والله، الله يقوينا كلنا فعلا. احنا علينا ضغط ومسؤوليات كتير، فساعات الواحد بيجي عليه وقت كده بيبقى مخنوق ومتضايق. يعني انا من فترة بصراحة كنت قاعدة متضايقة، اللي هو انا عليا مذاكرة، عليا حفظ، عليا بيت وعليا غدا وغسيل بقيت تعبانة فعلا، بقيت عمالة اقول يا رب يا رب، يعني الست بتشيل كل ده؟ طب كتير والله. فبقيت قاعدة بقول يا رب عني واديني الصحة والعافية عشان اقدر اكمل. فعلا الصحة دي مهمة جدا، فربنا يا رب يقوينا جميعا ويدينا الصحة والعافية والصبر من عنده، اهم حاجة عشان خاطر الكتاكيت اللي معاكي دول بقى عايزين فعلا صبر ايوب. ربنا يعيننا عليهم ويهديهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين. وما تنسوش تدعوا لهم دايما بالدعاء ان ربنا يهديهم. ما تنسوش دايما انكم تدعوا لهم قدامهم يسمعوا الدعاء ده
بودانهم. ربنا يهديك، ربنا يصلح حالك، روح ربنا يسعدك، يا رب اشوفك احسن دكتورة واحسن مهندس، يا رب اشوفك احلى دكتورة. الصبح وانتوا بتودوهم المدرسة اديهم بوسة وقولهم مع السلامة، ربنا يوفقكم في رعاية الله، في حفظ الله. ربنا يبارك فيكي. الحاجات دي كلها حلوة قوي، والاولاد بتفرح بيها وبيتبسطوا انك انتي بتدعي لهم. هنا بقى انا كنت رحت حطيت الدباديب، لقيتها كده مش نضيفة فترة، فقلت احطهم كده يتغسلوا في الغسالة برضه عقبال ايه لما اخلص. هنا وكنت علقت كمان الستارة ومسحت الماسورة عشان ايه ما يبقاش فيه تراب في الماسورة وانا بحط الستارة. ونفضت بقى السرير تنفيضة حلوة ولمعته، وهبتدي بقى ان انا افرش الملاية. عايزة اقول لكم لما بتعب في الحاجة وبلاقي نتيجة حلوة او بلاقي النتيجة في الاخر انا راضية عنها، ببقى مبسوطة جدا وبنسى اي تعب. هفرش بقى السرير التاني برضو كده. ايه خلاص قربنا نخلص الأوضة. بس زي ما بقولك كده ادعي لهم، هما بيحبوا كده جدا. رقيهم بالليل وهم نايمين. ارقيهم برضو. حفظ القرآن ده حلو جدا. خليهم دايما يقولوا أذكار الصباح والمساء، لما تيجي تصحي الصبح خليهم يقرأوها معاكي، آخر النهار برضو يقرأوها معاكي عشان ربنا يحفظهم من كل شر ومن كل سوء يا رب. احنا بنعمل اللي علينا وربنا هو الحافظ وهو الستار، ربنا يحفظهم بحفظه يا رب، اللهم امين. هنا بقى انا كنت خلصت. جبت عندي معطر حلو جدا، انا حطيت شويه صغيرين عشان هو خام، ومسحت بيه الاوضه عشان تبقى ريحتها حلوه فواحه كده. بس كده كنت خلصت ونشرت كمان الدباديب معايا. انا خدت الاوضه باكملها اليوم ده. طبعا التنظيف العميق ده بيحتاج وقت وبيحتاج مجهود، فلازم لما تيجي تعملي تنظيف عميق لحاجه تبقى عندك غدا، مش لسه هتعملي غدا عشان ما تتعبيش. فانا بصراحه اليوم ده انا كان عندي غدا الحمد لله، فقلت بقى همسك الاوضه هظبطها واغسل المفارش بتاعتها والملايات والستاير بالدباديب عشان كده ايه تكون معايا خلصت. ولمعت بقى ترابيزة الكمبيوتر تلميعة حلوة بالحاجات اللي عليها، وحطيت المفارش تاني مكانها. لانك انت لما بتفتحي في ترويق او في اي حاجة بتلاقي الدنيا فتحت معاكي، مش هتخلصي دلوقتي. فانت لازم تبقي مرتبة نفسك زي ما قلتلك الفيديو اللي فات، وتبقي مرتبة اولوياتك، مش كل حاجة تعمليها مع بعض عشان ما تتعبيش. بصوا بقى الترابيزة بقت بتلمع ازاي وبتبرق كده. انا كنت خلصتها الحمد لله. ايوه كده ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الحاجات بتلمع ازاي من التلميعات. وده بقى كده شكل الأوضة لما خلصتها. بصوا الدباديب بقت حلوة وفيها لمعة ازاي، كانت أول مطفية كده عشان طبعا الترابة ما كانتش نظيفة. شكل الأوضة بقى واسع كده، حسيت ان هي وسعت وشكلها بقى حلوة قوي. الحمد لله النتيجة بقت يعني النتيجة حلوة وراضية وانا راضية بيها، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والستاير شكل الأوضة بعد ما خلصت. الترابيزة اللي عليها التلفزيون. بصوا بقى المفارش نورت ازاي، كنت الأول تحسها مطفية كده بقت بتلمع. وفرشت بقى السجاد ده عشان السجاد التاني مش نضيف فانا هغسله. ايه رأيكم بقى كده؟ استاهل بقى لايكات ولا مستاهلش؟ شجعوني بقى وادوني طاقة ايجابية كده. هرش بقى المعطر ده حلو جدا بريحة العود حلوة قوي وبيدي ريحة حلوة للأوضة. شغلت بقى معايا الغسالة، هحط بقى الملايات اللي انا لميتها تتغسل عشان ايه ما يبقاش عندي غسيل مركون ولا حاجات مركونة. يبقى انا خدت الأوضة كده بكل لوازمها وحاجتها غسلتها وخلصتها بقت زي الفل. طبعا وانتي بتحطي الملايات طبقيها تطبيقة حلوة وحطيها في الغسالة عشان تنضف وتبقى حلوة، غير لما تحطي الملاية كده بشكل عشوائي مش تبقى حلوة معاكي. ايوه كده شطورة برافو عليكي. ساكتين ليه؟ صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. تقعدوا ساكتين طول ما انتوا ساكتين
رطبوا لسانكم بذكر الله، استغفروا وصلوا على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة الا بالله. كده كانت الغسالة خلصت. طبعا مسحت الحبال كده بفوطة مبلولة عشان ما يبقاش فيه تراب ولا اي حاجة على الحبال لما اجي انشر الغسيل تتطبق عليها. وهبتدي بقى اللي انا انشر معايا الغسيل ويبقى الحمد لله كده، اللهم لك الحمد. خلصت الأوضة وغسلت الغسيل وكل حاجة معايا زي الفل. الحمد لله عندي الغدا بتاعي كمان. انت كمان لما تيجي تعملي حاجتك اعملي زي ما بقولك كده، ولو وراكي حاجة يلا قومي ما تكسليش وشوفي هتعملي ايه، واستعيني بالله كده وان شاء الله هتخلصي كل اللي وراكي. ايوه برافو عليكي كده زي الفل. 100 فل وعشرة. بصوا الهوا ما شاء الله، يعني الهوا شديد قوي ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا طلعت الحفه عشان بنستغطى بيها بالليل، الجو بيبقى برد قوي. كده كنت خلصت كمان نشر الغسيل. يلا بقى نروح ندلع نفسنا شويه، خلصنا شقتنا بقت نضيفه وزي الفل. عندنا غدانا نشوف نفسنا بقى شويه، ندلع بقى نفسنا زي ما دلعنا الاوضه كده. هاتي اي طبق قديم عندك يكون انت مش محتاجاه، وهاتي السكر وزيت جوز الهند وبن. هنجيب معلقه سكر ومعلقه بن وايه شويه صغيرين من زيت جوز الهند وشويه صغيرين من الميه. الخلط الوصفة دي سحرية، هتخليكي بشرتك ناعمة بتفتح حلوة جدا. مش هتحتاجي تنزلي من غير ميك اب، واهتمي بنفسك وبشرتك وهتحسي ان وشك خد زي ما تحسي ان وشك فاق كده، بقى فاق كده ومنور وبقى زي الفل. هتشوفي معايا النتيجة دلوقتي وكمان هوريها لك على الطبيعة. نقلب، عايزين خليط متماسك كده مش سائل زي كده. ايوه برافو عليك. لو لابسه بقى خواتم ولا اي حاجه في ايدك اقلعيها. هنبتدي بقى ناخد من الماسك ده على ايدينا بحركات دائريه وما بين الصوابع والتانيات اللي في الصوابع عندنا. ايوه كده شطوره. خلي الماسك ده على ايدك لحد لما ينشف خالص وهنشوف هنعمل فيه ايه تاني. طبعا بقى وحطيت على وشي، ما تخافوش انا حاطه على وشي شبه عم السيدون اللي كان في بكار، فاكرينه؟ حطيت بقى على بشرتي. استني بقى لما ينشف خالص وابتدي افركيه بحركات دائريه. ويا سلام بقى يا سيدي بقى لو عندك الحجر البلدي ده، ادعكي بقى بايدك كده هتبقى زي الفل اكنك لسه خارجه من حمام التلات حالا. ووشك برضو نفس النظام، افركيه حركات دائريه وابتدي اغسليه وما بين صوابعك وضوافرك كده وظبطي نفسك. ايوه برافو. بصي بقى هتلاقي ايدك ما شاء الله حمرا. إيه ما شاء الله. بصي على النظافة والحلاوة والبياض. الله الله. احنا كده مش هنخرج الراجل من بيت، هنسيبه يقعد في البيت 24 ساعة. بصوا النتيجة بعد ما خلصت بقت حلوة ازاي. بصي وشي منور ازاي، وحسيت ان وشي فاق فعلا وملمس ناعم زي ملمس الاطفال بالظبط. إيه الوصفة دي تقدري تعمليها مرة في الاسبوع، مرتين، زي ما انت ما عايزة. ايدك طبعا تعمليها كل يوم بعد ما تخلصي بقى الاكل والمواعين، قبل ما تنامي تعملي الماسك ده وتدهني ايدك اي كريم عندك مرطب وتدخلي تنامي. طبعا بعد ما بنخلص هاتي بقى اي كريم عندك وندهن بيه البشرة عشان نرطب ايه وشنا. ولما نيجي ندعك الكريم ندعك كده من تحت لفوق عشان نشد بشرتنا. ما ندعكش كده، يعني ندعك من تحت لفوق عشان بشرتنا تبقى مشدودة وحلوة. ملمس الايد ما شاء الله اللهم بارك ناعم جدا والله. جربي الوصفة وهتدعيلي وهتشوفي النتيجة بنفسك كمان. ما عندكيش كريم مرطب، حاجة سهلة بزيت جوز الهند ادعكي ايدك وادعكي بشرتك برضو وانت بتعملي لوشك. حطي على شفايفك وادعكي شفايفك كده حركات دائرية. اعملي لها برضو سكراب في دهن ميت، في قصدي دهن ايه قصدي جلد ميت. هتبقى برضو معاكي حلوة وموردة كده. وحطي لها زبدة كاكاو وتبقي 100 فل وعشرة. ايه رأيك بقى في النتيجة؟ جربي الوصفة دي وان شاء الله تدعيلي. يا رب الفيديو يكون عجبكم واكون افدتكم. متنسونيش بقى في لايك وكومنت. اشوفكم على خير واسيبكم على خير.